اسبوع كروي زي الزفت بيبتدي الاهلي قدام بيراميدز بخساره مذله 2-0 ولا كان في اداء ولا كان في اي ريحه دم عند اللعيبه او المدرب. وتاني يوم المفروض ماتش الموسم ارسنال وليفربول قدموا لنا اوسخ ماتش اتفرجت عليه لحد النهارده. والزمالك حتى اللي كان هيتصدر الدوري ويفرح بخساره الاهلي خد برضه على عينه وخسر من وادي دجله. بس قبل اي حاجه اعمل لنا لايك وشير وفولو. نبتدي بماتش الاهلي وبيراميدز اللي احنا اتفرجنا عليه ده هزار، ده مش كوره. لما تبقى صارف الفلوس دي كلها والمدرب الجديد ما يحطش بصمته لحد النهارده وتشوف المنظر ده قدام بيراميدز يبقى كان لازم ينتهي ان ريبيرو يمشي. ايه اللي هيحصل بعد كده بقى ربنا يستر. بس انا شايف اسلم حل ان انت تجيب حد عارف الفرقه. اي نعم معظم اللعيبه جديده بس حد ضرب الاهلي قبل كده وكله بيتكلم على فايلر او موسيماني. بس فايلر موضوعه مقفول من زمان وكده كده هو رافض يرجع مصر. موسيماني انا ما اسمعش عنه حاجه من ساعه ما ضرب الاهلي في السعوديه، مش عارف هو عمل ايه بعد كده ولا درب مين. المهم الايام الجايه هي اللي هتثبت اللي هيحصل في الاهلي. ونيجي للقرف اللي شفناه بقى في ماتش ارسنال وليفربول. ايه القرف ده يا جدعان؟ ولما كل فرقه كبيره دلوقتي نازله قدام الفرقه الثانيه همها ان هي تقفل عليها، مين اللي هيهاجم؟ قولي لي بس مين اللي هيهاجم؟ انا شايف الماتشات الكبيره في انجلترا قلبت قرف. ده بينزل يفكر هيقفل ازاي قدام ده وده هينزل يفكر ازاي يقفل قدام ده. محدش بيفكر ازاي هيهاجم. ارتيتا مش هياخد الدوري الموسم ده بسبب اللي انا بقول لكم اهو. ارتيتا كل افكاره الجديده دفاعيه. ازاي ده هيرجع من نص الملعب يخش يقفل على ده وده يرجع من الباك يقفل يخش ثلاثه مع ده. مين اللي هيهاجم بقى؟ الناس دي هتطلع ازاي؟ محدش عارف. كل افكاره دفاعيه مفيش افكار هجوميه. جو كريس اللي جايبه ده محدش خدم عليه بكره واحده. الكره الوحيده اللي اترفعت صح هو اللي كان رافعها زي ما تقول بيوري لعيبه ارسنال انا عايز عرضيه زي دي. بس قبل اي حاجه اعمل لنا لايك وشير وفولو عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده.